في الفيديو اللي عندكم في الاي فوق كان الفيديو اللي بنعمل فيه ملخص مؤتمر ابل لسلسله الايفونات الجديده والابل واتشز الجديده. بصراحه كل اليوتيوبرز كانوا متحمسين قوي للايفنت بتاع ابل ده، وكل الناس قالت ان ابل عملت ثوره في مجال الموبايلات، ولكن من اول ما الموبايل ده نزل للاسف وهو عمال يخيب توقعاتنا كلنا، وظهر ليه مشاكل كتير قوي على السوشيال ميديا. ففي الفيديو ده انا جمعت لكم معظم المشاكل اللي حصلت مع المستخدمين اللي حجزوا سلسله الايفون 15 الجديده واستلموها، والمستخدمين دول شاركوا تجربتهم كامله مع الناس على السوشيال ميديا. ومن غير كلام كتير، معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. خلينا قبل ما نتكلم عن سلسلة الايفونز الجديدة، احنا بس عايزين نتكلم عن الابل واتش الترا 2، واللي جت بفرق تحسينات بسيط قوي عن الجيل اللي فات، ولكن سعرها في مصر مضحك جدا بصراحة. الابل واتش الترا 2 بتتباع دلوقتي بسعر اكتر من 48,000 جنيه. طيب لما نتكلم عن الايفون 15 برو ماكس، هنتكلم اول حاجة على الديزاين. وابل عملت في الموبايل ده بصراحة طفرة كبيرة قوي في الوزن، وانها قللت الوزن بنسبه 20 جرام، وتقليل الوزن ده كان على حساب الفريم بتاع الموبايل اللي هو بقى مصنوع من التيتانيوم. وزي ما ابل قالت ان التيتانيوم ماده قويه جدا ووزنها خفيف. كمان هم من غير ما يعلنوا في التصريحات بتاعتهم ان هم قللوا الوزن بتاع الظهر الازاز بتاع الموبايل، واللي للاسف بقى خفيف قوي لدرجه ان جيري ريج ايفريثينج في الفيديو بتاعه وهو بيعمل الديورابيلتي تيست بتاعه الموبايل ضغط على الموبايل ضغطه خفيفه، للاسف الموبايل اتكسر وما استحملش. وخد على كده بقى فيديوهات كتيره قوي على اليوتيوب بتختبر متانه الايفون 15 برو ماكس، واللي للاسف كلهم اكتشفوا ان الظهر بتاعه بيتكسر بسهوله. كمان في مستخدم تاني حصل معاه حاجه مضحكه جدا، وهي الجرين سكرين، وان شاشه الموبايل بتاعه جابت لون اخضر كده غير مفهوم. طبعا معظم المشاكل دي في حاجات مشاكل هاردوير، في حاجات مشاكل سوفت وير. مشاكل السوفت وير بينزل لها سوفت وير ابديت وعادي بتتصلح، ولكن الفكره هنا لو مشكله الموبايل ده كانت في الهاردوير. طب نيجي لمشكله تانية متعلقه بالديزاين، وهي الفريم بتاع الموبايل. زي ما ابل قالت ان الفريم ده فريم قوي جدا مصنوع من التيتانيوم، فشركه ابل المفروض على التيتانيوم ده بتحط ماده بتقاوم الصدأ وبتقاوم العرق بتاع الايد علشان لون الفريم ما يغيرش. ولكن المشكله ان في بعض الموبايلات ظهر فيهم مشكله ان الماده الخارجيه دي مش مغطيه الفريم كله، وبالتالي الموبايل هتلاقيه ملطش كده، جزء فاتح جزء غامق، وشكله غريب قوي الصراحه. كمان زي ما احنا عارفين ان الايفونز دي عشان هي بتدعم ال5G ففيها خطوط الانتنه من فوق ومن تحت. الفكره بقى ان في مستخدمين لما استلموا الموبايل بتاعهم لقوا خطوط الانتنه دي شكلها غريب كده ومتنيه وشكلها مضحك قوي بصراحه. وفي مستخدمين لقوا الموبايل من عند مدخل التايب سي في النسخه البرو والماكس شكله مضحك قوي وشكله غريب كده، وده راجع لان الفريم برضو مش معمول بطريقه سليمه 100%. ومعظم الناس اللي اشترت ال 15 برو ماكس وال 15 برو اختاروا اللون الناتشرال تيتانيوم والبلو تيتانيوم. خليني اقول لك ان اللونين دول هم اكتر لونين الفريمات بتاعتهم بتبصم بطريقه مستفزه قوي. ولو قارنا اللون الغامق اللي هو الاسود من ال 15 برو ماكس مع ال 14 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت، هتلاحظ التبصيم على فريم ال 15 برو ماكس واللي ما بقاش يتشال بسهوله حتى لو مسحته بقماش. زي ما ابل قالت في المؤتمر ان ال 15 برو وبرو ماكس بقى فيهم بروسيسور ال A17 برو الجديد، واللي هيديك اداء قوي جدا وهيوفر في البطاريه. للاسف البروسيسور ده مشاكله زي مشاكل البروسيسور اللي فات ال A16 بايونيك، وهي الحراره. ابل كان معاه حق، اداء البروسيسور ده قوي جدا عن السنه اللي فاتت، ولكن ده تحت الضغط في اول 40 ثانيه بس. بعد كده الموبايل بيضطر غصب عنه ان هو يقلل في اداء البروسيسور علشان يبتدي كنترول على الحراره بتاعته، واللي وصلت مع بعض المستخدمين ل 45 درجه مئويه. واللي قدامك ده فيديو للجيمنج على الموبايل. بعد كام دقيقه الموبايل بدا يفقد السيطره بتاعته على الجيم، ويبتدي يبقى فيه دروب فريمز كتيره قوي. وكمان اللي عامل الفيديو ده قال الموبايل بقى يسخن. طبعا ابل طلعت وصرحت وقالت ان ده بس بسبب الاوبتمايزيشن بتاع السوفت وير، وهينزل سوفت وير ابديت هيحل موضوع السخونيه ده. والمضحك في الموضوع ان ناس كتيره طلعت على السوشيال ميديا وبدات تقول ان انت مش محتاج تشتري بوتاجاز، انت ممكن تستعمل الايفون بتاعك ان انت تعمل على اللينسز بتاعته الاكل. كمان في مستخدم عمل بوست للموبايل بتاعه على فيسبوك وقال ان هو كان بيستعمل الموبايل بطريقه عاديه جدا، فجاه حس ان الموبايل تخين، بيطلعه من الكفر
لقى ان بطاريه الموبايل منفوخه لدرجه انها خلت الشاشه تبعد عن الموبايل، وبصراحه دي كارثه بكل المقاييس. بتفكرني بموبايلات الجالاكسي نوت 7 اللي كانت طلعت من كام سنه وكانت بتفرقع من الشحن. كمان زي ما ابل قالت انها عملت تطور كبير قوي في الكاميرا وان هم بداوا يهتموا بالزوم، ولكن الموبايل ده بكل بساطه لما هيقارن الزوم بتاعه مع الاس 23 الترا هتلاقي ان في تفوق كبير قوي للاس 23 الترا. ما ينفعش نقارن بين الموبايلين بصراحه في الزوم. طيب انا مش عايزك تفهمني غلط، انا موبايلي الشخصي ال 13 برو ماكس انا بستعمل ابل، انا ابل يوزر وبحب ابل قوي، ولكن الغلطات اللي حصلت في الموبايل ده بصراحه لا تغتفر. نيجي لاخر حاجه وهي ملهاش علاقه بالموبايل قوي، ولكن الورقه بتاعه السيلد اللي هي لما بتجيب ايفون جديد بتبقى الورقه بتاعه السيل ديت انت اللي بتفتحها بايدك. للاسف الورقه دي بدات تتفيك وبتتباع دلوقتي ب5 جنيه و10 جنيه. يعني ممكن حد يبقى جايب الموبايل وفتحه ومستعمله ويلزق ورقه السيلد دي وانت تفتح الموبايل بنفسك وتكتشف ان هو كان يوزد. طيب خلينا اتكلم معاك دلوقتي عن اسعار الموبايل، واللي هي بصراحه حاجه كارثه، والتسعير في مصر كارثه تانية خالص. الموبايل ده يا جماعه وصل في بعض المتاجر اللي بتبيع في متجر زي بيتك ل 110,000 جنيه، ولما كان حد جايبه في مصر في الاول خالص كان سمارت كشك وكان عرضه ب 98,000 جنيه، وبصراحه سعر مستفز قوي. طب دلوقتي اقل نسخه ال 15 برو ماكس تقدر تشتريها سعرها عامل حوالي 85,000 جنيه، وفي متاجر تانية بتبيعه أرخص من كده، بتبيعه بسعر 70,000 جنيه، في حين إن ال 14 برو ماكس بتباع دلوقتي بأكتر من 49,000 جنيه بحاجة بسيطة. فأنت هنا بتتكلم عن الفرق بينه وبين ال 15 برو ماكس أكتر من 20,000 جنيه. السؤال هنا، هل يستاهل إنك تجيب ال 15 برو ماكس وما تجيبش ال 14 برو ماكس لو انت بتفكر تجيب حاجه جديده؟ بصراحه التسعير في مصر غريب جدا، وانا هثبت لك ده. دلوقتي لو انت دخلت على موقع ابل جيرماني اللي هو ابل المانيا كانك هتطلب الموبايل ده، هتلاقي النسخه ال 256 جيجا منه عامله 1450 يورو. ولو انت دخلت تطلب الاس 23 الترا من موقع سامسونج جيرماني اللي هو سامسونج المانيا، هتلاقي النسخه ال 256 وال 512 نزل عليهم عرض للاثنين بنفس السعر. المهم هتلاقي سعر الموبايل ده 1400 يورو، واللي هم تقريبا بالمصري 45,000 جنيه. الفرق بين الموبايلين بس 50 يورو. تعال بص على تسعير الموبايلات دي في مصر. دلوقتي انت لو معاك 35,000 جنيه هتقدر تجيب الاس 23 الترا النسخه ال 256 جيجا، ولكن علشان تجيب ال 15 برو ماكس اللي هو بره مصر بيتباع بنفس سعر الاس 23 الترا هتشتريه للاسف مش اقل من 70,000 جنيه، يعني ضعف السعر. فانت لو جيت تحسبها ورقه وقلم ان ده اقوى فلاج شيب عند سامسونج وده اقوى فلاج شيب عند ابل، الاثنين بيتباعوا بره مصر بنفس السعر، يبقى المفروض الاثنين يتباعوا في مصر بنفس السعر. هتيجي تقول لي طب ما احنا ما عندناش ابل ستور رسمي في مصر. طيب انا معاك، لكن المفروض لو في تاجر هيجيب حاجه من بره ويحط مكسب هامش ربح بسيط عليها تبقى اغلى ب 5000 ب 8000 ب 10,000 في اقصى الظروف، ولكن مش اغلى من الموبايل المنافس ليه ب 35,000 جنيه. فانت هنا لو عايز تشتري ال 15 برو ماكس ما انصحكش خالص انك تشتريه من مصر، يا اما تشتريه من بره، او لو عايز تشتريه من مصر فانت عندك حل من اتنين، يا اما تشتري ال 14 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت واللي هتلاقي سعره في بعض الستورز بيوصل ل 45,000 جنيه، يا اما تشتري السامسونج اس 23 الترا، يا اما اخر حل انك تشتري ال 15 برو ماكس ولكن اما سعره في مصر يبقى اقل من 50,000 جنيه. ده كده بالنسبه لسلسله البرو والماكس. خليني اكلمك عن سلسله ال 15 العاديه واللي هي بصراحه مضحكه قوي، واللي سعرها في مصر دلوقتي وانا بكلمك 45,000 جنيه، في حين ان انت بنفس السعر ده ممكن تجيب ال 14 برو باقل من 43,000 جنيه. ولو هتقارن الاثنين ببعض فال 14 برو هيكسب بكل جداره. انت هنا بتتكلم على نفس الموبايلين، ولكن ال 14 برو شاشته 120 هرتز، ال 15 للاسف شاشته لسه 60 هرتز. بتتكلم تقريبا على نفس البطاريه نفس البروسيسور، الاثنين فيهم الابل A16 بايونيك، ولكن ال 14 برو عنده ميزه كمان وهي الكاميرا التليفوتو ال 3x اللي مش موجوده للاسف في ال 15. فبصراحه من خلال الفيديو ده انا عايز اوصل لك ان سلسله ال 15 حلوه ولكن مش لمصر. سعرها في مصر للاسف مبالغ فيه قوي. لو بتفكر تشتريها اشتريها بره مصر، او البديل دلوقتي انك تشتري يا اما سلسله ال 14 برو والماكس يا اما الاس 23 الترا. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو فكره الفيديو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.